السلام عليكم، إزيك يا زعيم عامل إيه؟ أهلًا بيك في الحلقة التالتة من 70%. الحلقة دي هنتكلم فيها عن الشطرنج، لو أنت حد بتحب الشطرنج أو أنت حد نِفْسك تتعلم شطرنج بقى لك شوية أو عندك حتى معلومات بسيطة عن الشطرنج، فالفيديو ده ليك. في حاجة صغيرة حابب أقولها قبل ما نبدأ وهي إن الفيديو ده هيكون ماشي بطريقة 70%، فلو أنت مش عارف إيه الطريقة أو ما شُفتش الفيديو الأولاني خالص في السلسلة، فأنصحك تشوفه الأول. هو الفيديو كان سهل وبسيط كده وعبارة عن قعدة شاي بادردش معاك بس في يعني إيه 70% وجات منين وكده، فلو أنت مهتم أنصحك تشوفه، ويالّا بينا نشوف الشطرنج على إيه. الشطرنج يا سيدي هو لعبة جميلة جدًا، أنا باحب الشطرنج جدًا، أنا اتعلمت شطرنج من وأنا صغير وبالعبه على طول، وهو غيّر بجد طريقة تفكيري وطريقة إدارتي للحياة بشكل كبير جدًا. أنا ليه باحب الشطرنج بقى؟ بُص، هو الشطرنج هو لعبة مختلفة شوية كده، لعبة كاريزما شوية كده، بُص ما فيش فيه حظ خالص، يعني تقدر تقول إن ممكن يكون حظك الوحيد الحلو هو إن الخصم اللي قدامك يكون أضعف منك أو مش بيعرف يلعب زيك، ولكن بالنسبة للجيم نفسها فهي ما فيش فيها حظ خالص. أنت لو خسرت فأنت خسرت يا إما غلطات منك، يا إما إن الشخص اللي قدامك ده أحسن منك، يا إما أنت ممكن تخسر على الوقت مثلًا. وفي الحالة دي أنت شايف قد إيه الشطرنج ده بيحاكي الحياة اللي إحنا عايشين فيها. الشطرنج هيعلّمك إزاي تدير وقتك صح، إزاي تفكّر بسرعة، إزاي تاخد قرارات صح تحت الضغط، إزاي تحافظ على تركيزك لفترة طويلة من الزمن، وحاجات تانية كتير جدًا هتستفيد منها لو لعبت شطرنج. أنا عارف إن أنت مش محتاج إقناع عشان أعلّمك تلعب شطرنج يعني، ولكن كان لازم أقول الحاجات دي. أنت يمكن تكون سمعت قبل كده عن عدد الاحتمالات تقريبًا لا نهائي اللي ممكن الشطرنج يوصل له، وفي عدد تحركات القطع ومش عارف إيه، وممكن الموضوع ده يكون مبهر بالنسبة لك، ولكن خلّيني أقول لك الحاجة المبهرة أكتر بالنسبة لي. المبهر أكتر بالنسبة لي هو إن الإنسان عقله البشري اللي اخترع أصلًا الشطرنج ده، قدر يتوصّل لعدد من الأنماط أو التحركات أو الpatterns المعيّنة اللي قدرنا نعرف إن هي بتنجح أكتر من التانية، رغم إننا ما جرّبناش كل الpatterns دي، بس قدرنا نوصل لحاجات بتنجح. إحنا قدرنا ناخد حاجة فوضوية وفيها عدد من الاحتمالات اللانهائي ونحوّلها لشيء systemic نوعًا ما، وبقى بيتعمل عنه كُتب وبيتذاكر وبيتدرس وناس بتلعبه وناس بتحسّن فيه، واخترعنا engines أو أجهزة كمبيوتر معيّنة تلعب بالشطرنج بالقواعد بتاعته اللي إحنا اخترعناها. أنت شايف قد إيه الموضوع مُبهِر؟ أنت مش هتبقى فاهم قد إيه هو مُبهِر أو مش هتحس الموضوع أوي غير لمّا تلعب شطرنج شوية، بس صدّقني دي حاجة فظيعة جدًا. الناس بتقول إن الشطرنج لعبة ذكاء، هو الشطرنج هو لعبة pattern recognition أو التعرُّف على أنماط معيّنة. أنت عشان تكسب الشخص اللي قدّامك لازم تكون عارف الأنماط أو الpatterns أو التحرُّكات المعيّنة المتتالية اللي ممكن توصّلك لنتيجة إيجابية أو النتيجة إن أنت تكسب اللي قدّامك أو تكون في موقف أحسن منّه وهكذا يعني. مش باقول إن الذكاء الفطري أو الطبيعي هو مش بيساعد، لأ هو بيساعد نوعًا ما بس لحد level معيّن، بعد كده الموضوع بيبقى دراسة خالصة، ولكن دي حاجة برضه ما نقدرش نقيسها لإن إحنا أصلًا مش قادرين نقيس الذكاء الطبيعي يعني. فخلّيني أقول لك يعني أنت ممكن توصل لlevel عالي جدًا من الشطرنج لو أنت الIQ بتاعك اللي قدرنا نقيسه ما كانش بالدرجة المناسبة بالنسبة لك وهكذا. يعني ما فيش حاجة اسمها كده، لأ أنت تقدر تلعب شطرنج وتقدر تدخل بطولات وتقدر تكسب في البطولات دي مهما كان الIQ بتاعك. فخلّينا نبدأ في ال70%. أولًا الpreface بتاعتنا، في الpreface بتاعتنا هاكلمك عن شوية حاجات هتكون مفيدة ليك قبل ما تبدأ تخش في اللعبة نفسها، أو ممكن ما تكونش مفيدة بس تكون interesting بالنسبة لك يعني. أول حاجة فيها هي الhistory of chess أو تاريخ الشطرنج نفسه. الشطرنج ده جه منين، وإزاي قدرنا نوصل لحاجة بالتعقيد ده، وإزاي قدرنا نوصل لحاجة بالجمال ده في نفس الوقت. الشطرنج هو لعبة قديمة جدًا، هي بدأت في الهند زمان باسم شاتورانجا، وكانت عبارة عن جيوش بدائية كده يعني، حاجات بتمثل شكل الجيوش الحقيقية اللي كانت موجودة في الهند. عندك ملك وعندك وزير وعندك فيل بيمثل الفيل اللي كانوا بيستخدموه في الهند في الحرب، وعندك الحصان ده اللي بيمثل الفارس، وعندك طبعًا العسكري أو البيدق أو الجندي اللي بيمثل طبعًا الجندي عادي يعني، وآخر حاجة كانت القلاع أو الطابية دي اللي كانت بتمثل العربات اللي عندهم اللي كانوا بيحطوا فيها الجنود وبيحاربوا بيها. بعد كده انتقلت لفارس وسموها شطرنج فارس، وهُم اللي وصلوا للconcept بتاع إن الcheckmate أو إن هم يموّتوا الملك وسمّوه شاه مات، واللي اتحرّفت بعد كده للإنجليزي لمّا انتقل أوروبا وسمّوها checkmate. طيب مين بقى اللي نقله لأوروبا؟ العرب. العرب خدوا الشطرنج من فارس ونقلوه لأوروبا، وفي أوروبا بدأوا بقى يعدّلوا على القوانين بتاعته ويضيفوا حاجات جديدة، منها مثلًا إن العسكري أو الجندي لمّا يوصل لآخر صف في الboard بيبدأ يترقّى لأي قطعة من القطع اللي أعلى منه. كمان خلّوا الوزير اسمه مَلِكة أو queen وخلّوه أقوى قطعة في اللعبة. مش فاهم دماغ الأوروبيين يعني، بس هم عملوا كده. وساعتها بقى الشطرنج لعبة عالمية، واتعمل أول بطولة للشطرنج سنة 1851. بعد كده اتأسس الاتحاد الدولي للشطرنج اللي هم سموه FIDE، في ناس بتقول عليه FIDE أو في ناس بتقول عليه FIDE، مش مهم نطقه يعني.
وده هو الاتحاد المسؤول عن الشطرنج وتنظيم بطولاته وأبطاله وكل الحاجات دي. وبدأت سيطرة الاتحاد السوفيتي، طلع من عندهم أساطير ناس ممكن تكون سمعت عنهم زي كاسباروف وبوتفينيك وميخائيل تال وفي ناس كتير جدًا يعني من الاتحاد السوفيتي كانوا هم اللي مسيطرين على الشطرنج مدة كبيرة جدًا. وكاسباروف كان مهم جدًا لإن هو كان واحد مسيطر على اللعبة لمدة طويلة جدًا، وهو كان أول إنسان يلعب ضد engine والengine ده كان اسمه Deep Blue. ده كان أول engine اخترعناه بيلعب بالقواعد بتاعة الشطرنج بتاعتنا، ولعب مع كاسباروف كذا مرّة. انتهت بهزيمة كاسباروف في النهاية يعني بعد ما كسبه كذا مرّة ومش عارف إيه، بس Deep Blue اتطوّر بشكل سريع في فترة قليلة وقدر يكسب كاسباروف، ودي كانت أول بداية هزيمة البشر من الengines. في المرحلة دي البشر بدأوا يقولوا خلاص كده اللعبة بتنتهي، بعد ما أصلًا بدأت توصل للpeak بتاعها وبدأت تتلعب وبدأ يتحط لها قواعد. فجأة الengines بدأت تكسب أو الأجهزة يعني بدأت تكسب البشر، وكده قال لك خلاص يعني الموضوع هينتهي. ولكن اللي حصل إن لأ، الناس فضلت مهتمة جدًا بالشطرنج وبدأوا يتعلموا أكتر أصلًا بعد وجود الengines، لأن الناس كانت مهتمة تشوف البشر إزاي هيتطوروا مع وجود الengine. الناس بدأت تعامل الengine ده على إنه آلة حاسبة عادي زي اللي بنستخدمها في الرياضة، أنت موجود عشان تساعدني أتطور مش موجود عشان تنهي وجودي. بجد الموضوع جميل جدًا. الناس عايزة تشوف أكشن، الناس عايزة تشوف الأبطال بيتخانقوا، بيحصل إثارة، بيحصل لأ ده غَش، لأ ده مش عارف إيه، في أكشن كده بيحصل في الموضوع، حاجة جميلة جدًا. دلوقتي بقى الشطرنج انتشر أكتر مع وجود مواقع زي chess.com أو lichess، وبدأ يتعمل بطولات أونلاين والموضوع مختلف شوية عن زمان يعني. الشطرنج اتطور جدًا زي ما قُلت بوجود الengines، وبدأ مستويات الأبطال تزيد جدًا عن السنين اللي فاتت. كمان حاجة زي The Queen's Gambit مسلسل كده كان طلع من كام سنة، ده شهّر اللعبة زيادة، وفي ناس بدأت تدخل وتتعلّم شطرنج أكتر بسبب الqueen's gambit ده، وبسبب القصة بتاعته كانت حلوة يعني. ودلوقتي الشطرنج بقى فَن، بقى فَن بجد، بقى النقلات اللي أنت ممكن تعملها فيه حاجة ممكن تعمل لوحة بجد من الشطرنج، ومش هيفهمها غير الناس اللي بتعرف تلعب شطرنج، ودي حاجة جميلة برضه. معلومة إضافية كده على السريع، وهي إن الشطرنج بيحرق كالوريز كتير. لو جيت تبُص على أبطال العالم أو على أي حد بيلعب شطرنج كتير أنت عارفه، ممكن تلاقي الشخص ده رفيّع، احتمالية إنك تلاقي الشخص ده رفيّع احتمالية كبيرة جدًا، لأن الشطرنج بيشغّل المُخ كتير جدًا، والمُخ عشان يشتغل بيحتاج سُكّر، والسُكّر ده يعني كالوريز. فأنت لمّا بتشغّل مُخّك فترة طويلة أنت بتحرق كالوريز كتير، ممكن تخس لو أنت لعبت شطرنج. الشطرنج بيعلّمك التواضع بجد، بيعلّمك إن أنت مش عشان الrating بتاعك أو مش عشان الlevel بتاعك في الشطرنج أعلى من حد تاني إن أنت بالضرورة أحسن منه أو أذكى منه. بالعكس كل واحد بيبقى عارف بدايته فين ونهايته فين، وعارف إن هو مهما اتطوّر ففي حد أحسن منه. وفكرة إن الشطرنج ما فيش فيه حظ دي حاجة بتعزّز جدًا المفهوم ده، بتعزّز جدًا إحساس الشخص بنفسه الحقيقية، والتواضع عنده بيزيد جدًا. أنت دايمًا في حد بيلعب أحسن منك، إلا لو أنت ماجنوس كارلسن بقى. دلوقتي خلّينا نتكلم عن 3 حاجات أساسية قبل ما ندخل في اللعبة نفسها. الحاجات دي هي اللي هيتبنى عليها فهمك للعبة. أول حاجة وهي نظام التقييم أو الELO. هو ده نظام تصنيف كده بيدّي لكل شخص عدد معيّن من النقط يوازي مستواه في اللعبة. وعشان تبقى فاهم فأنظمة الوقت في الشطرنج هو مش نظام واحد، في كذا نظام يعني، منهم مثلًا الكلاسيك وده اللي بيكون لمدة طويلة ممكن توصل لأيام عادي، في الشطرنج السريع وفي الشطرنج الخاطف وفي الشطرنج الblitz والرابد ومش عارف إيه. الفرق بينهم بيكون في مدة الgame نفسها، سواء دقيقة أو 3 دقايق أو 5 دقايق أو 10 دقايق أو يوم أو يومين، الموضوع بيكون مختلف يعني. حاليًا المصنف رقم 1 في العالم هو ماجنس كارلسن، والتقييم بتاعه هو 2847. أنا عن نفسي مش ليّا rating official من الفيدي نفسها لإن ما لعبتش بطولات official، ولكن على chess.com فأنا عدّيت ال1600 من فترة، وده بناءً لإحصائيات chess.com، فده أحسن من 98% من الناس اللي بتلعب شطرنج على chess.com يعني. تاني حاجة هنتكلم عنها هي الchess تاني حاجة هنتكلم عنها هي الchess engines أو برامج الكمبيوتر اللي اخترعناها اللي بتلعب شطرنج دلوقتي. أنا ليه باقول لك عنهم؟ عشان أنت ممكن تدخل تعمل search عنهم وتتفرج على الgames بتاعتهم في channel اسمها Agadmator. راجل بيعمل فيديوز حلوة جدًا. ساعات بيبقى في 2 من الchess engines دول بيلعبوا مع بعض وبيطلّعوا game جميلة جدًا، جدًا، جدًا. فأنت بعد ما تفهم الأساسيات كده ممكن تروح تتفرج على الgames بتاعتهم. يعني الgames بتاعتهم دي حاجة زي الموناليزا كده في عالم الشطرنج، حاجة اللي هو البشر مش هيوصلوا لها يعني. مش هيوصلوا لها، ده level عالي جدًا. ليه الchess engines دي عالية جدًا كده؟ علشان ببساطة هم بيقدروا يحسبوا أكتر بكتير من الإنسان. يعني أنت ممكن تكون لو أنت بطل العالم يعني ممكن تكون بتحسب 10 أو 15 نقلة قدّام بتفرعات بقى. يعني تخيل إن كل نقلة منهم ممكن الشخص اللي قدامك يرد عليها بقد إيه.
فأنت ممكن تكون بتحسب شوية كده، أو ممكن مع التدريب ومع الوقت تكون بتعرف تعمل حاجة اللي بنسميها intuition، إنك من إحساسك كده الشخصي بتبدأ تحرّك القطعة بتاعتك بإحساسك أنت الشخصي كده بالboard نفسها. لكن الengine مش بيعمل كده، لأ هو بيحسب كل حاجة لخطوات كتير جدًا وتفرعات كتير جدًا، لو سِبت له وقت يفكّر يعني، وبيطلع بأحسن حل. أشهر الengines عندنا هو stockfish وAlphaZero وDeep Blue وحاجة اسمها Leela، في حاجات تانية غيرهم يعني. تالت حاجة عاوز أكلمك عنها هي الpiece worth أو قيمة القطعة. بُص، الشطرنج هو فيه زي ما قُلت لك قبل كده عساكر، وبعد العسكري حصان، وبعد الحصان فيل، وبعد الفيل طابية، وبعد كده الوزير والملك. كل قطعة من دول بنعطيها value كده مادية أو رقم مادي للقطعة دي لقوتها، عشان نقدر نقيّم تأثير كل قطعة منهم على الgame. الموضوع ده مفيد، هو نوعًا ما مفيد بس هتفهم هو مفيد إزاي بعد ما نخلّص مرحلة الpreview ونبدأ في اللعبة نفسها. المهم دلوقتي عاوزك تعرف كده إن العسكري فهو ب1، والحصان والفيل فهُم ب3، والطابية أو القلعة دي ب5، والqueen أو الوزير دي ب9، والملك هو ما لوش نقط معيّنة لإن هو أكتر قطعة ثمين عندك في الboard. أنت مهمة الboard كله هو إنه يحمي الملك ده، فأنت مش بتحط له قيمة عددية معينة يعني. بعد كده خلّينا نبدأ نتكلم على بورد الشطرنج نفسها. بورد الشطرنج 64 مربع، 8 في 8. المربعات اللي تحت بتكون من A لH، A B C D E F G H، تمام؟ واللي بالطول بتكون من 1 ل8، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. بالتالي أي مربع على القطعة هو بيكون من قيمة عددية وحرف، زي مثلًا A1 C3، فاهم قصدي؟ هل ده مفيد؟ مفيد، لإن تسجيل التحركات في البطولات والحاجات دي بيكون بالسيستم ده، زي مثلًا إنك بتقول حرّكت الحصان من C1 لD4 مثلًا، فاهم قصدي؟ هو ده بيكون مفيد بقى في تحليل الأجيال بتاعتك بعد كده، وده اللي هيساعدك أصلًا إن أنت تتطور. فأنت هتحاول إن أنت تتعلم تقييم البورد أو على الأقل تفهمه يعني. تاني حاجة إزاي القطعة بتتحرك، وعشان نشوف إزاي القطعة بتتحرك تعالَ معايا على البيت. خلّينا بقى نشوف البورد ونشوف القطعة بتتحرك عليه إزاي. أول حاجة زي ما قُلت لك البورد هنا مرقم من A لحد الH، ومرقم من 1 لحد 8. فمثلًا المربع ده عشان تعرف اسمه هتبُص تحت هتلاقيها C، وتبُص في الجنب هتلاقيها 4 هنا أهي، تمام؟ فالمربع ده اسمه C4. حلو؟ خلّينا بقى نشوف العساكر بتكون محطوطة هنا كده، يعني الصف ده بيكون كلّه عساكر. زي ما أنت شايف كده ده بيكون شكل القطعة وهي مرصوصة. العساكر بتكون هنا في رقم 2 هنا، ورقم 2 فوق برضه، اللي هو بيكون الrow السابع، تمام. بعد كده عندنا المَلِك، وهو ده القطعة الأساسية. المَلِك بتاعنا بيكون على المربع، المَلِك بتاعنا الأبيض بيكون على المربع الأسود، والمَلِك الأسود بيكون على المربع الأبيض. وعشان ده يتضبط معاك لازم تتأكد دايمًا إن القطع إن المربع اللي في الزاوية هنا بيكون مربع أبيض، ولو لفيت البورد هتلاقيه مربع أبيض برضه على يمين الشخص اللي قدامك. دايمًا اتأكد من إن المربع الأبيض على إيدك اليمين، لإن ساعات ممكن تكون ماسك البورد بالعرض كده، وبالتالي اللي هيبقى على يمينك هو مربع أسود. أنا عارف إن هو هنا أزرق يعني، بس هو هيكون أسود في الحقيقة. رصة القطع زي ما قُلنا إن العساكر بتكون هنا، المَلِك الأبيض بيكون على المربع الأسود، جنبه طبعًا هيكون الوزير، وهتلاقي بعد كده القطع التانية شكلها symmetrical شوية. يعني على الطرف خالص بيكون الطابية أو القلعة بتاعتنا، بعد كده بيكون عندك الحصان بعدها، بعد كده بيكون عندك الفيل. ونفس الكلام فوق بالضبط. طيب إزاي القطعة دي بتتحرك بقى؟ خلّينا نبدأ بالعساكر. العسكري بيقدر في أول نقلة ليه يتحرك يا إما حركة واحدة لقدّام، يا إما حركتين لقدّام، تمام؟ بيكون بس ده في أول نقلة ليه. بعد كده يعني لو أنت حطيته هنا، لو عايز تحركه تاني فهيتحرك نقلة واحدة بس في كل خطوة، تمام؟ طب ولو أنت حرّكته حركتين من الأول فstill برضه هيتحرّك خطوة واحدة بس في كل نقلة. بعد كده الحصان بتاعنا واللي بيكون موجود على المربعين دول بيتحرّك في شكل حرف L، يعني بيطلع كده وبيدخل هنا، تمام. فهو نوعًا ما بينُط كده من فوق أي قطعة أصلًا موجودة. ده القطعة الوحيدة اللي لو في قطعة تانية واقفة في طريقه بيعرف يعدّيهم عادي. يعني في الstarting position زي ده كده تعرف تطلع بالحصان في أول نقلة عادي، لكن ما تقدرش تعمل كده بأي قطعة من التانيين دول. بعد كده نيجي على الفيل، والفيل خلّينا نحطه هنا، بيكون دايمًا في فيل على المربع الأبيض، وبيكون فيل على المربع الأسود. ده بنسميه الفيل الأبيض، وده بنسميه الفيل الأسود. الفيل الأبيض بيتحرك diagonal كده هو والأسود برضه، وبالتالي عمرك ما تعرف تجيب الفيل الأبيض على مربع أسود، عشان كده اسمه الفيل الأبيض. دايمًا بيتحرك بشكل diagonal كده، أو بيتحرك إيه، بنسميها الورب عندنا، تمام. والأسود نفس الكلام، هم ما لهمش عدد معين من المربعات اللي ممكن يعدّوها، هو عادي ممكن ييجي من أول البورد لآخره، وعادي ممكن ييجي من أول البورد لآخره كده، تمام. بعد كده خلّينا نتكلم عن الطابية. الطابية بتكون موجودة في المكان ده هنا كده، وبتكون موجودة هنا. الطابية بتعرف تتحرك بشكل بالعرض أو بالطول، بشكل حرف زائد يعني.
ما لهاش limit معيّن من المربعات اللي ممكن تتحركها برضه، ممكن تحرك مربع واحد، ممكن تمشي الboard كلّه بالعرض وبالطول، تمام؟ تحركاتها سهلة جدًا ومتوقعة يعني. بعد كده نتكلم على الوزير أو الqueen بتاعتنا، وده أقوى قطعة في اللعبة زي ما قُلت، بسبب إن الأوروبيين خلّوها أقوى قطعة. الوزير بيعرف يتحرك زي الطابية، وبيعرف يتحرك زي الفيل في نفس الوقت. إزاي؟ يعني بيعرف يمشي كده بالطول وبالعرض، وبيعرف يمشي diagonal برضه، تمام؟ وكمان بيعرف يمشي أي خطوة في حدود المربع اللي حواليه ده. يعني لو الوزير واقف في المربع الأبيض اللي هو واقف فيه هنا ده، فهو يقدر يمشي على أي مربع من المربعات اللي أنا باعمل عليها الأسهم دي. تخيّل هو يقدر يتحكم في الboard قد إيه، تخيّل قوة القطعة دي. عشان كده هي قوتها 9 points. بعد كده ييجي الملك الغلبان بتاعنا، فده بيعرف يتحرك حركة واحدة بس في كل الاتجاهات، ما يقدرش يمشي أكتر من كده. طيب نيجي لإزاي القطعة دي بتاكل قطع الشخص الخصم اللي قدامنا. العسكري بتاعنا بياكل diagonal. يعني لو العسكري ده واقف في وشه هنا، هو ما يقدرش ياكله، لكن لو وصل للمنطقة دي كده، أقدر آكله بيه كده، تمام. في قاعدة مميزة شوية للعساكر اسمها en passant، ودي كلمة فرنساوية يعني زي ما أنت شايف. القاعدة دي بتقول إن أنت لو واقف في الصف الخامس ده، والشخص اللي قدامك ما حركش عسكري موجود هنا أو هنا يعني، وعدّاه لعبه نقلتين بقى جنبك، تقدر تاكله بحاجة اسمها en passant، كده بيقوم متاكل، تمام. نفس الكلام لو أنت هنا وهو عدّاه نقلتين كده، تعرف إيه، تاكله بإنك تروح وراه كده وهو بيتاكل، تمام. سبب القانون ده إيه، هو إن المفروض إن العسكري بيمشي خطوة واحدة، فهو لو طلع خطوة واحدة أنت هتاكله، فهُم قال لك لمّا نطلّعك مرتين برضه نقدر ناكله بالأمباسون دي، تمام. القطع التانية بقى كلّها تقدر تاكل أي قطعة هي تنتقل للمربع بتاعها، وبس أنت كده خلّصت مرحلة الPre، وبالتالي هنبدأ ندخل في مرحلة الDuring، وهي تعلُّم اللعبة نفسها. اللعبة عندنا متقسّمة ل3 حاجات: الopening phase والmid game والend game. في الopening بتاعنا هي مرحلة الافتتاحية، وهي دي إن أنت بتبدأ تعمل فيها setup معيّن للقطع بتاعتك عشان تعرف تلعب بيهم بعد كده. وبعد كده بتبدأ تدخل في مرحلة الmid game، وهي إنك بتبدأ فعلًا تلعب الgame دي وتحاول تكسب الشخص اللي قدامك وتكون في position أحسن منه. بعد كده الend game، وهي إنك بتحاول تموّت الملك بتاعه بشكلٍ ما. خلّينا نبدأ نتكلم على شوية أساسيات في الopening بتاعتك أنت لازم تكون عارفها. أولًا زي ما اتكلمنا إن العسكري بتاعنا بيقدر يمشي خطوة أو خطوتين. تاني حاجة إن أنت ممكن تبدأ بحصان من الأحصنة، بالتالي ممكن تبدأ بالاحتمالات دي كلها. تخيل إن كل العساكر دي تقدر تتحرك خطوة أو خطوتين بس، طبعًا احتمالات كتير جدًا زي ما أنت شايف، ولكن اللي أثبت نجاحه بالتجربة هو شوية قواعد سهلة كده، وهي أولهم سيطر على منتصف الboard بتاعتك، وهُم ال4 مربعات دول. ولو أنت شخص advanced شوية، ممكن تقدر تسيطر على دول كمان اللي جنبهم دول. المستطيل ده كده لو قدرت تسيطر عليه، فأنت نوعًا ما تقدر تتحكم في الboard بتاعك، وتقدر تكون في position أحسن بنسبة كبيرة جدًا يعني. تاني حاجة، حماية الملك بتاعك هي أهمية قصوى، ده أهم قطعة عندك في اللعبة، أنت لازم تحميه ما فيش شك في كده. وعشان كده في قاعدة كده عندنا اسمها التبييت. خلّينا نتخيل إن الحصان والفيل دول مش موجودين هنا، في قاعدة عندنا في الشطرنج اسمها تبييت الملك، وهي إنك زي ما قُلت لك قبل كده، الملك بيتحرك حركة واحدة بس في كل الاتجاهات، ولكن دي قاعدة شاذة، وهي إنك ممكن تنقل الملك نقلتين هنا، والطابية دي بتيجي على شمال، تمام. ده بيتعمل في حركة واحدة عادي، وده بيتعمل في حالة واحدة بس، وهي إن الملك والطابية اللي جنبه دول ما يكونوش اتحركوا من مكانهم قبل كده، ساعتها بس تقدر تعمل التبييت ده. والتبييت ده بيتعمل في الناحيتين عادي. لو تخيلنا برضه إن القطعة دي مش موجودة هنا، فده بنسميه تبييت طويل، وهو برضه إن الملك بيتحرك نقلتين والطاولة دي بتيجي على يمينه هنا، تمام. طيب إزاي أبدأ ألعب بقى شطرنج؟ دلوقتي أنا فتحت البورد أهو، بقيت عارف القطع بتتحرك إزاي. في الغالب أنت بتحاول توصل لإنك بتحط العسكريين دول بتوعك هنا، عشان تسيطر على ال4 مربعات دول. زي ما أنت شايف العسكري ده مسيطر على المربعين دول، والعسكري ده مسيطر على المربعين دول، فأنت نوعًا ما بدأت تسيطر على نُص البورد زي ما اتكلمنا قبل كده. هتقول لي طب أنا لسه عندي الحتت دي مش مسيطر عليها. هاقول لك ييجي هنا دور الأحصنة بتاعتنا والفيلة. الحصان بتاعنا ده هنلعبه هنا، والحصان بتاعنا ده هنلعبه هنا، والفيل بتاعنا ده هنلعبه هنا، والفيل بتاعنا ده هنلعبه هنا. ده الsetup اللي أنت كشخص مبتدئ ممكن تبدأ تلعب بيه لفترة معينة، لحد ما تبدأ تفهم أصلًا اللعبة وتفهم القطع بتتحرك إزاي، تبدأ دماغك كده يجمّع الدنيا، ساعتها ممكن تبدأ تلعب افتتاحيات تانية وتذاكر افتتاحيات تانية. بس أنصحك في البداية تلتزم بالform ده أو بالsetup ده، لإن هو سهل وتقدر بعد كده هو flexible جدًا، يعني تقدر تتحرك منه بأي طريقة دماغك بيفكر بيها. بعد ما بتلعب الsetup ده تقدر تبيّت المَلِك بتاعك هنا كده تبييت قصير، أو عادي ممكن تبدأ بعد كده تحرّك الوزير بتاعك وتعمل تبييت طويل.
في الحالة دي زي ما أنت شايف أيًا كان الشخص اللي قدّامك بيلعب بإيه، تقدر تهاجم الجيش بتاعه من الناحية دي بالفيلة بتاعتك وبالأحصنة بتاعتك، وتطلّع العسكري ده مثلًا لقدّام، وساعتها تفتح للوزير بتاعك، أو العكس ممكن تهاجم الناحية التانية خالص، بإنك برضه بتستخدم الفيل ده وبتستخدم الحصان ده، وممكن الحصان ده ينضم ليهم وهكذا. فعشان كده باقول لك ده setup flexible وتقدر تلعب بيه. خلّينا بقى نرجع نتكلم شوية عن المراحل بتاعتك في اللعب. أنت دلوقتي ممكن تكون شخص مبتدئ لسه ما لعبتش اللعبة دي قبل كده خالص، فبالتالي أنصحك إنك تنزّل برنامج من البرامج اللي أنت بتلاعب فيها كمبيوتر تمام، ما انصحكش أوي تبدأ في الأول تلاعب ناس على النت أونلاين، لإن ده هيلخبطك من ردود أفعال الناس المختلفة دي. أنت في الأول عاوز تبدأ بس تفهم اللعبة، وتبدأ تفهم هي بتتلعب إزاي، وتتحرك بالقطع صح وهكذا. وفي الحالة دي أنصحك تنزّل برنامج يكون بتلاعب كمبيوتر، ويكون الكمبيوتر ده ليه تدرجات. في لعبة اسمها chess كده هاحط لك الأيكون بتاعتها، دي بيكون فيها تدرجات level الكمبيوتر، ممكن تلعب level ضعيف وهكذا، أو حتى chess.com ده فيه bots كده ممكن تختار الrating بتاع الbot بتاعك اللي أنت هتلاعبه أو الengine يعني أنت هتلاعبه ده. بحيث إنك تلعبه بمستويات مختلفة، يعني ابدأ بحد ضعيف لحد ما تقدر تكسبه وهكذا، وابدأ العب مع شخص أقوى منه وشخص أقوى منه وهكذا. طب ليه ده بيكون أحسن من إنك تلاعب بشر؟ لإن البشر ردود أفعالهم مختلفة، طريقتهم في اللعب مختلفة، وده هيلخبطك أكتر من إنه هيساعدك في الأول. أنت في الأول بس عاوز تعرف حاجات متكررة وpatterns معينة تبدأ تتعلمها، وده اللي هتكسبه من إنك تلاعب كمبيوتر يكون ضعيف مثلًا أو كده. بعد كل جيم هتلعبها أنت ما خلصتش الجيم دي. ما تخلّصتش التعليم بتاعك، أنت هتحاول تشوف الgame دي وتبدأ تشوف الreport بتاعها أو تبدأ تشوف أحسن نقلات كان ممكن تلعبها، الevaluation bar إمتى زاد ليك وإمتى قَل، وتبدأ تشوف النقلة الغلط اللي أنت لعبتها دي كان إيه أحسن منها إن هو يتعمل وهكذا، لحد ما توصل لإنك وصلت الrating مثلًا 800 أو 1000 في المرحلة دي كده على chess.com. ممكن تبدأ بقى تتعلّم openings معيّنة، عندك حاجات من الopenings اللي ممكن تتعلّمها زي الLondon system مثلًا، أو ممكن الFour Knights opening اللي إحنا بنلعبها دي، أو أي opening من الopenings السهلة يعني، ممكن تحاول تسرِّش كده وتشوف الحاجات تشوف إيه أكتر حاجة ممكن تكون مناسبة مع style لعبك، اتعلّمها. ممكن أنا في المستقبل أعمل فيديوز عن الموضوع ده عادي، بس دلوقتي أنا مركّز أكتر في السلسلة بتاعة 70% يعني. طيب خلّينا نشوف how to practice. لو رجعنا على chess.com فتحنا الsite الأساسي هنا كده، فأنت ممكن هنا تلاقي عندك حاجات زي puzzles كده ممكن تحلّها، وكمان في حاجة اسمها learn ممكن تتعلّم منها. ولو رُحت على lichess فأنت ممكن هنا من ناحية في الpuzzles برضه تحل puzzles، ممكن تحل puzzle theme، ممكن تحل puzzle dashboard ومش عارف إيه. في حاجة اسمها learn هنا ممكن تتعلّم حاجة اسمها chess basics. لو جينا نفتحها نشوفها هتلاقي في مثلًا the rook مثلًا بيعلّمك الrook وبيعلّمك الbishop والqueen ومش عارف إيه. لو فتحت أي حاجة فيهم فأنت ممكن تتدرّب عليها عادي، وهنا بيقول لك let's go. وحتى بيعلّمك أصلًا الحركات من الأول، وبيعلّمك إزاي تتحرّك بالقطعة قطعة، قطعة وهكذا. الموضوع ده جميل جدًا. leechess موقع جميل جدًا، كل حاجة فيه تقريبًا مجانية. chess.com هو عشان أشهر شوية، فالحاجات اللي فيه بتكون premium. في حاجات مثلًا زي الgame review ده، عشان تعمل game review ليك game review واحد بس مجاني في اليوم، وبعد كده محتاج تدفع فلوس. لكن leechess كل حاجة عليه مجانية يعني. وأخيرًا لو أنت عدّيت مرحلة ال1200، 1300 فأنت نوعًا ما بتحاول إن أنت تزوّد بقى الopenings بتاعتك، وتزوّد قدراتك في الmiddle game وتحل puzzles أكتر وتركّز في الموضوع أكتر. ولو أنت بتلعب online فأنت هتلاقي الناس اللي قدّامك بتلعب بكذا طريقة. الناس اللي قدّامك دول هم نفس مستواك برضه بيحاولوا يتطوّروا زيّك، وبالتالي هم بيحاولوا يلعبوا بنمط معيّن. فأنت في المرحلة دي هتبدأ تشوف اللي قدّامك لمّا يلعب كذا نقلة ورا بعض، أنت نوعًا ما عارف هو هيلعب إيه أو بيفكّر إزاي أو هيلعب أنهي opening في اللي جاي يعني. وبالتالي أنت هتبقى أحسن وهتبقى واثق في نَفْسك أكتر وأنت بتلعب، وبتلعب نقلات فعلًا صح. لمّا تعدّي الlevel ده وتعدّي level 1600 اللي هو اللي أنا فيه، أنت ساعتها بتبدأ توصل لمرحلة إن أنت دماغك أو ذكائك الفطري مش هيساعدك خالص من هنا يعني من 1600 وأنت طالع. أنت محتاج تبدأ تذاكر أكتر بكتير بقى، تذاكر بقى وتحل تحل puzzles وتشوف games تذاكرها وتحفظها وهكذا. في المرحلة دي أنا شايف إن الشطرنج بيبدأ يفقد متعته. عشان كده أنا مقتنع جدًا بإن الlevel اللي وصلت له ده أنا مش عايز أعدّيه، مش عايز أوصل بقى لlevel ال2000 والحاجات دي، لإن ساعتها أنا محتاج أذاكر كتير جدًا وأدّي للشطرنج وقت أكبر من حقه. في مقولة مهمة جدًا كنت سمعتها، وهي "A good played game of chess is an indication of a gentleman. A perfect played game of chess is an indication of a wasted life." يعني ببساطة إن لو شُفت game شطرنج حلوة أو good يعني، فده دلالة على إن الشخص اللي لعبها ده هو شخص gentleman. لكن لو شُفت a perfect game of chess
يعني يعني game ما فيش فيها ولا غلطة، حاجة perfect، حاجة level عالي أوي كده، فده دليل على wasted life، في حد قضّى عمره بيتعلم لعبة، وده عكس المبدأ بتاعي أنا في الحياة اللي هو الself learning والcontinuous learning والchannel المبنية على ده، وأنا أصلًا باعمل برنامج 70% ده علشان أنفي المبدأ ده، أنت ما ينفعش تقضّي حياتك كلّها بتعمل حاجة واحدة، أنت لازم تتعلم حاجات كتير وتاخد خبرات كتير من مجالات كتير في الحياة، فحاول إن أنت توصل لlevel 1600، 1700 من غير ما تكون بتذاكر كتير. طبعًا مذاكرة الopenings والحاجات دي هي مش مذاكرة ومش حفظ كتير للدرجة اللي أنت متخيلها يعني، أنت بتحفظ لك 10 نقلات مثلًا في كل opening أو حاجة بتفريعاتهم مثلًا، ولكن الlevel اللي باتكلم عليه في المذاكرة ده هو إن في ناس ممكن تجيب كتب 2000 صفحة ويحفظوا، تخيل الموضوع ده حاجة عادي كأنه في جامعة فاهم؟ فحاول إن أنت توصل لlevel يكون مرضي بالنسبة لك، وهتشوف الفرق في تفكيرك وطريقة إدارتك لحياتك من إنك ما بتعرفش تلعب شطرنج لإنك بتعرف تلعب شطرنج. في نهاية الفيديو لو أنت لسه ما عملتش لايك يعني يا ريت تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتشير الفيديو ده مع حد بيلعب شطرنج أو حد عاوز يتعلم يلعب شطرنج، واكتب لي كومنت قُل لي رأيك فيه في الفيديو، وفي فيديوز قبل كده وفيديوز هتنزل بعد كده أتمنى إن أنت تشوفهم وتستفيد منهم، وسلام.